ورحمة الله وبركاته. معاكم آلاء هشام، مدربة تنمية بشرية واستشارية علاقات أسرية. هنتكلم النهاردة إن شاء الله عن أسئلة الرؤية الشرعية للشباب. أول حاجة خلينا معاك كده من أول ما بتقرر إنك تروح، مين اللي هيروح معايا؟ لو عندك معلومات كافية عن البنت يبقى أهلك معاك، ما عندكش يبقى لازم تروح لوحدك الأول تشوف الوضع إيه وتقعد معاها وتتكلم مع والدها وتشوف كل حاجة، وبعد كده تجيب أهلك. تمام؟ فكرة إنك تبعت مامتك الأول، فالفكرة دي أنا رافضاها تماما وما ينفعش. تمام؟ حد هيقول لي ليه؟ لا، انت تروح اكراما للبنت، تروح انت تقعد معاها والله ارتحت لها واتكلمت معاها ومع اهلها تمام، تبدا تبعت مامتك. لو انت عايز مثلا تشوف حاجه معينه في البنت عن طريق مامتك، تمام، يبقى دي بعد الاتفاق. تاني حاجه، هلبس ايه؟ بلاش لبس كاجوال، بلاش لبس كاجوال. عندك بدله، مش عندك بدله يبقى بليزر على بنطلون، مش عندك بليزر يبقى كرافته وقميص وبنطلون. بلاش كده لبس كاجوال، واهتم بلبسك جدا، والبرفان يبقى كويس، وبلاش الشراب الكحلي عشان الناس متعقده منه. خليه ابيض يعني اهتم بلبسك تمام. هودي ايه الهديه على قد مستواك، ولا تعلى قوي ولا توطى قوي، خليك في الوسط. تمام؟ وانت داخل البيت ما ينفعش تلتفت يمين وشمال، لازم تبقى داخل وعينك في الارض ورايح على المكان اللي هم هيقولوا له عليه. تمام؟ لما تيجي تتكلم عن نفسك لازم تتكلم بمعنى صح، بشكل متواضع، وفي نفس الوقت بثقه عن النفس. كلامك يبقى ثابت، تاخد نفس وانت قبل ما تتكلم عشان الكلام ما يطلعش متلجلج، يحسوا بتوترك. انا عارفه ان الموقف فيه توتر وفيه قلق وكل حاجه وفيه رهبه، مش مشكله، بس مش تخليه يسيطر عليك، انت اللي تسيطر عليه. مش تفخر قوي بنفسك ولا تحط رجل على رجل وانت قاعد، ولا انت تتكلم بتواضع وفي نفس الوقت بثقه. تمام؟ بلاش اللعب بالاشياء، مفاتيح العربيه، مفاتيح المكنه، مش عارفه تلعب في شعرك، مش عارفه تعمل القميص بتاع البدله، بلاش ده كله. الاتصال بالعين مع الناس اللي بتكلمها ده بيدي اهتمام زايد بالشخص. تقدر الموجودين، والله باباها ومامتها قاعدين وانت بتتكلم مع البنت قدامهم، تقدرهم برضو وجامل على قد ما تقدر. البنت لما بتدخل عليك بلاش البص على طول في وشها، تهدى كده شويه علشان البنت بتبقى متوتره جدا. تقعد، وبعد ما تقعد وتهدى تبدا تبص لها وتتكلم معاها. تمام؟ مش تجبرها على على الكلام، انت اللي تتكلم عن نفسك فهي هتتكلم. تمام؟ يعني تقول لها مثلا انا عارف ان الموقف محرج وانت مكسوفه ومش عارفه ايه، بس انا هعرف نفسي ليكي، يعني تبدا تتكلم عن هواياتك ومش عارفه ايه وتتكلم عن نفسك شويه. طيب، بلاش كلمة سؤال وجواب، احنا مش قاعدين في امتحان، لازم يبقى نقاش كويس جذاب تديره بشكل كويس، وبلاش كل شوية هزار. بلاش الهزار، هيضيع هيبتك وهيضيع شخصيتك. ممكن تدي حتة كده بحيث انك تضحكها وتضحك اللي قاعدين، وفي نفس الوقت تبقى ايه يعني، شخص رزين. تمام؟ مش ترفع الكلفة طبعا مع اللي قاعدين، الهزار الزايد ممنوع عشان بيضيع الشخصية. مش تتجاهل اللي قاعدين. ميعاد الانصراف والقدوم مهم جدا، لان انت اساسا لما تيجي متاخر وانت رايح تتقدم لبنت، ده من اولها كده انت مش ملتزم، فلازم تركز في ميعاد الوصول والانصراف اللي انت محدده بالظبط، ومش تخلي القعده تسرح. تمام؟ حكايه اول ما بتدخل وتتكلم عن نفسك مع عمك، اتكلم بشكل واضح وصريح، وعرفه انت ناوي على ايه ووضعك الوقت ايه واهدافك اللي بعد كده هتبقى ايه، يحس ان هو بيتكلم مع راجل فعلا محدد هو عايز ايه. بلاش اللجلجه في الكلام، وبلاش مثلا والدك يقعد هو اللي يتكلم وانت تقعد ساكت. يا جماعه ما ينفعش، ومع احترامي لوالدك هو يتكلم وكل حاجه، وبعدين انت تقول يا بابا اديني المايك، تبدا انت تتكلم. الاباط بتعوز تطمن ان الراجل فعلا ده شايل مسؤوليه، راجل محدش هيتدخل في حياته، راجل هيعرف يحافظ على بنته فعلا. ندخل بقى على اسئله الرؤيه الشرعيه. اول سؤال تساله البنت ان هو قول لها ايه هدفك من الحياه، او ايه هو طموحك. السؤال ده هيعرفك هل هي نضجت فعلا عقلانيا وبدات تفكر في حياتها ولا لسه شغاله في الميك اب واللبس ومش عارفه ايه والحاجات الهايفه بتاعت البنات دي. شخصيه فعلا تشيل مسؤوليه كفكر ولا لا. والله لو جاوبت عليك باجابه محدده وهي فعلا جاهزه الاجابه للسؤال ده، هيعرف انها مفكره فيه وهي فعلا السؤال ده عندها. شوف مفهومها من الجواز ايه، يعني السؤال ده هيوضح كتير جدا ان هي فعلا بتفكر في الجواز ازاي. تفكر في الجواز مثلا انها ترتبط بواحد شكله حلو، واحد معاه فلوس، ولا هو فعلا الشخص ده شريك حياتها ده هي مفكره فيه ومفكره في الجواز دي انها مسؤوليه، وتبدا تتكلم. السؤال ده برضو هيعرفك شخصيتها ايه. طيب، وبرضو يعني لاحظ توترها، لان التوتر ساعات برضو بيلجم برضو في الاجابه. اسالها ايه الصفات اللي انت محدداها لشريك حياتك،
وما تتفاجئش لو الصفات مش فيك، يعني لو في بعض الصفات مش فيك ممكن يكون صفه فيك كويسه هي اللي تعمم او تشيل الصفات اللي هي طالباها دي كلها، او تغنيها بمعنى اصح. فانت تسمع بهدوء كل حاجه وتشوف اجابتها على السؤال ده ايه، لان اجابتها على السؤال ده هتكشف هي بتفكر ازاي برضو في شريك حياتها. جميل. شوف ايه رايها في الناس اللي في ناس، معظم الناس مش بتحب تخلف في اول شهور طبعا، عشان بيبقى الشاب لسه بادئ حياته وعليه عائق مادي كبير، وهي برضو نفس الضغط والمسؤوليه، فبيعيشوا مع بعض شويه. شوف رايها برضه هي مستعجله على الخلفه ولا لا، لو الموضوع ده مهم عندك برضه. تمام. شوف علاقتها بوالدها واخواتها وكده، طبعا عن طريق السؤال بره، وعن طريق برضو الزيارتين اللي هتروح لهم. شوف علاقتها وحوارها ايه، هل حوار متصنع ومش بيتكلموا غير على القد، لان اللي بيتكلم على القد بيخاف يغلط. تمام. ولا بيتكلموا على طبيعتهم وعادي، الموضوع عادي بالنسبه لهم. ازاي اقيس الدين؟ انا بلاش الاسئله المباشره انت بتصلي ولا لا، لان طبعا اكيد هتقول لك انا بصلي، بس انت ممكن تقول لها هو ميعاد شروق الفجر امتى، ولا الفجر بيأذن الساعه ايه، الساعه كام، طب قيام الليل، طب ايه الكتب اللي انت قريتيها، طب بسم الله الرحمن الرحيم السنن كام. مش يعني في اسئله ممكن تعرفك هل هي عندها معلومات دينيه، هل هي فعلا مهتمه بالجانب ده ولا لا، وحتى لو معلومات قشور بس هل هي مهتمه برضو ولا لا. تمام. النشاط الخيري، شوف هي متطوع، يعني في تطوع ليها، سايبه بصمه في المجتمع برضو في حدود دينها. شوف هي لما تدخل لك نفسها هتكون حاطه مكياج واوفر وكده، دي انا بقول لك من اولها كده ما تنفعش. تمام. لان البنت اللي بتحط مكياج اوفر في وهي داخله على شريك حياتها مش عندها ثقه بالنفس. تمام. انا بقولها لك هو لبسها هادي ولبسها شيك وفي نفس الوقت محتشم وفي نفس الوقت مش حاطه حاجه، يمكن حاجات بسيطه جدا، ممكن كحل مثلا. واثقه من نفسها، بنت واثقه من نفسها. تدخل والدتها ووالدتك في حياتكم، ممكن تاخد رايها في اي حاجه. ماشي. يعني مثلا انا ايه رايك طب لما نعمل الشقه بتاعتنا كذا، مش عارفه، طب ايه رايك انا عاوز اعمل كذا، طب ايه رايك فيه، وانتوا قاعدين شوف رد فعلها هيبقى ايه مباشره. لو لقيتها ردت وعادي ادت قرار وهنعمل كذا، يبقى اعرف انها ليها قرار، ليها شخصيه. لو قالت لك لا طب انا هفكر، طب انا هسال ماما، طب ممكن لما تيجي نبقى نفكر فيها، اعرف ان هي قرارها مذبذب، او بمعنى اصح هي شخصيه اعتماديه على الغير. تمام. فكرة شغل البيت، شغل المرأة سوري. شوف ايه رأيها لو هي هتشتغل او هي بتشتغل فعلا في الحالي، هل شغلها ده لو جه على شغل البيت وجه عليك هل هي هتسيبه ولا لا، لان انت ممكن تتفق معاها على الاتفاق ده من الاول. لو الشغل هيجي على شغل البيت وهيجي عليا يبقى مفيش شغل، انا اكفيكي، وشغلك برضو في حدود الاطار الديني وفي حدود الاختلاط لا قوي. تمام. فكره ان في كليه ايه، ثقافتها ايه، لان في كليه بنات مش داخلين كليه بس ثقافتهم عاليه جدا ومهتمين بنفسهم فممكن مش على حسب كليه ايه تبقى ثقافتها. ما هو في ناس في كليتهم ما تعرفش حاجه وما عندهاش خبره في اي حاجه وما بتسالش وملحصه نفسها في كتب الكليه وبس، لا هو كليه ايه دي وهتعرفك بمعنى صح ثقافتها ايه. تمام. تبدا تتكلم او ممكن تديها سؤال عن اي في الحياه، عن اي حاجه، شوفي هتتكلم فيه ازاي. فكرة انك تترفض او ما تترفضش ده حاجة ما تقللش منك. تمام. يعني دي حاجة اسمها نصيب، دي حاجة مش تقلل من شخصك خالص. لازم يبقى عندك ثقة بالنفس، لازم يبقى انت واثق في نفسك وامكانياتك. ايوه ما حصلش نصيب، وايه المشكلة، هبحث على واحدة تانية. والله ممكن يكون ما يحصلش نصيب منك او ما يحصلش نصيب منها، فخلي الروح رياضيه في الموضوع ده، ما تاخدش الموضوع على صدرك قوي او تتضايق قوي. لا ازاي رفضتني، لا عادي، ايه المشكله ما ترفض، ده دي حاجه مش تعيب فيك ولا تقلل فيك. جميل. فكرة السؤال والتحري كويس جدا، اسأل عليها في المدرسة اللي كانت فيها، اسأل عليها الدنيا كلها. لان انا بقول لك والله 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 اختيار شريك الحياة هو اهم مشروع انت هتخشه في حياتك كلها، فلازم تبقى بمعنى اصح كل قوتك فيه وانت بتبحث عن البنت دي. البنت النكدية والحساسة مش هتبان غير في الخطوبة، عن طريق المواقف، والمواقف برضو هتبان شخصية البنت قدامك. عشان كده عملوا الخطوبة، عشان كده عملوا الخطوبة انك فعلا تحط البنت في مواقف، شوفها هتبقى قد المسؤولية، شوفها هتستحملك، شوف انطباعها في فترة الخطوبة هيبقى ايه. انا يعتبر كده لخصت سريعا كده، طبعا الموضوع هيعوز استفاضة منك اكتر، انك تفهم الشخصيات وتقرا فيها عشان تعرف تحلل شخصية البنت اللي هترتبط بيها. ربنا يعينك وانت قد المشوار ان شاء الله، ربنا معاك. يلا ان شاء الله الناس تتفاعل مع الفيديو وتعلق، ومنتظره تفاعلكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الله هشام.